أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. السفيرة صوفيا تخاطب المؤتمر الخامس للدول الأقل نمواً. الاحتفال بالثامن من مارس في ساوا. الناشطات في تنمية البستنة بتخندع يحققن تحسنا ملموسا في حياتهن المعيشية. إعلان حالة طوارئ بشمال بوركينا فاسو لطرد الإرهابيين. مقتل عدة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. انفجار مبنى تجاري يقتل 15 شخصا في بنغلاديش. من العناوين إلى التفاصيل. ألقت السفيرة صوفيا تسفا مريم مندوبة إريتريا بالأمم المتحدة كلمة في المؤتمر الخامس المعني بالأقل البلدان نمواً منعقد في الدوحة القطرية في الفترة من 5 وحتى 9 من مارس تحت شعار من الإمكانيات إلى الازدهار. وتحدثت السفيرة صوفيا عن أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الذي يواجه فيه العالم الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية وتأثيراتها الخطيرة على الدول الأقل نمواً، مشيرة إلى أن وضع برنامج عمل يقاس وينفذ عبر جدول زمني للتصدي للمشاكل المذكورة وغيرها. وقالت أن إريتريا لا تخلو من المشاكل والتحديات التي تواجه الدول الأقل نمواً، علاوة على أنها دولة خرجت من نضال تحرري مرير خلال 30 عاما، إضافة إلى الحرب الحدودية التي عقبت ذلك، وكذلك فرض حظر وراء حظر غير قانوني وغير عادل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن اتخاذ خطوات إجبارية أدت إلى عرقلة التطور الاقتصادي وعدم تحقيق الحلم. ورغم ذلك شهدت تحقيق إنجازات تنموية مرضية بفضل صمود شعبها وروحها القوية وبسالتها التنفيذية. وقدم توضيحا مفصلا مصحوبا بالأرقام حول التقدم الذي حققته إريتريا في الموارد الزراعية وتخزين المياه والقطاعات التعليمية والصحية وتحقيق أهداف التطور الخماسية المستدامة وربط الطرق والطاقة البديلة وغيرها من المجالات. وذكرت بأن إريتريا تعمل لرفع الإنتاج والإنتاجية والتنمية الاقتصادية بالتركيز على العلوم والتقنية، ولديها رغبة قوية للتعاون الإقليمي وتقوية التجارة والأهداف التنموية الأخرى. وكان وفد إريتريا برئاسة مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة صوفيا تسفا مريم قد شارك في اجتماع الدول الأقل نمواً الذي عقد في 4 من مارس. تشارك إريتريا في اجتماعات الدورة السنوية 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة المنعقد في الفترة من 6 وحتى 17 من مارس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومثل وفد إريتريا في الاجتماع المنعقد تحت شعار تعزيز مكانة المرأة والابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي والممارسات الجيدة لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى تعزيز التعليم في العصر الرقمي وتمكينها علميا وعمليا في مختلف قطاعات الحياة. مثل وفد إريتريا رئيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتس فميكيل. وقدمت ممثلات 181 دولة عضوا من الوزراء وكبار المسؤولات في الحكومة والدول تقارير حول تطور أدوار الأهداف المستدامة لتعزيز المساواة ومشاركة المرأة ومساهمة التكنولوجيا والابتكار لتقوية الاقتصاد والتعليم والحد من التمييز والتخلص من الفقر، وكذلك تقييم الفرص والتحديات في العصر الرقمي. وشدد وفد إريتريا على جدليات حلول لمسائل أساسية حول تطور التكنولوجيا غير المتوازن من أجل إنجاح مساهمة المرأة في العصر الرقمي والتكنولوجي وإنشاء هيكل عالمي متوازن للقضاء على الفقر ووقف الصراعات وفرض الحصارات الأحادية.
كما قدمت في البرنامج الحواري الخاص الذي شاركت فيه مسؤولات رفيعات المستوى توضيحات حول خلفية المرأة الإريترية ودورها في كافة المجالات المنتظمة لتقدم البلاد، وكذلك في الفرص المتساوية التي تتمتع بها. الجدير بالذكر بأن إريتريا وقعت على الاتفاقية في أول مشاركة لها في المؤتمر الرابع الذي استضافته العاصمة الصينية بكين عام 1995، ومنذ تلك الفترة ظلت تقدم تقاريرها سنويا في الاجتماعات المنعقدة لتعزيز مكانة المرأة في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والحد من العادات البالية وغيرها من التطورات. وسوف يقوم وفد إريتريا في الأيام القادمة بالمشاركة في بعض الفعاليات الجانبية على هامش اجتماعات اللجنة، تقارير وكلمات تستعرض من خلالها ما قامت به الحكومة من جهود لتعزيز مكانة المرأة وتمتعها بسائر الحقوق وفق القوانين التي أقرتها الحكومة، فضلا عن مواقف الحكومة فيما يتعلق بالمرأة. احتفلت البلاد بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في أرض المعارض الإكسبو تحت شعار المرأة الإريترية صامدة في التصدي ورائدة في التنمية. وفي فعاليات الحفل الذي شارك فيه كبار المسؤولين والضيوف المدعوين، أوضحت مسؤولة المرأة في الإقليم الأوسط السيدة آلم بلاي دور المرأة الفعال في نضال الشعب الإريتري ومساهمتها إلى جانب أخيها الرجل في حماية السيادة وحملة إعمار البلاد، ولا زالت تصنع المعجزات في جبهات القتال الأمامية في الداخل والخارج. وذكرت أن المرأة الإريترية ترتقي إلى آفاق تاريخية جديدة بفضل تحقيقها إنجازات بارزة وثقافة الصمود والتصدي، مؤكدة أن الاستعدادات لإنجاح البرامج الوطنية الكبيرة بنشاط. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد في السهي هايلي بأن الثامن من مارس يحتفل به على مستوى البلاد لأكثر من 40 عاما، مما يوضح ذلك مضمونه الكبير، وتم الاحتفال به هذه السنة في مرحلة تاريخية هامة. وقدم مجلس الإقليم الأوسط وممثلي المؤسسات والاتحادات الوطنية كلمات تضامنية في المناسبة. وحفل البرنامج بفقرات فنية وثقافية عكست دور المرأة الإريترية في كافة المراحل النضالية. في غضون ذلك عقدت السفيرة هانا سمون بمناسبة الثامن من مارس سيمينارا للموظفات الشابات حول الأعمال الدبلوماسية، وأوضحت بأن الدبلوماسية هي آلية دولية تستخدمها الدول لخلق علاقات فيما بينها وتعزيزها وحفظ المصالح المشتركة وحل القضايا الخلافية بطرق سلمية. كما قدم توضيحا مفصلا حول مفهوم التطور الدبلوماسي ابتداء من شكله التقليدي ومرحلة وضع قوانين العلاقات الدبلوماسية وما بعدها. احتفلت سوا باليوم العالمي للمرأة منظمة فقرات فنية وثقافية ومسابقات أكاديمية. وقال المقدم عند برهان تيدروس أن المسيرة إلى كامل التحرر هي خطوات مرفقة بأعمال ومشاركات واقعية، وأن المرأة الإريترية أثبتت بأنها رمز الصمود وسيدة المروءة والحماسة والبطولة والشجاعة وقمة في العطاء والرحمة والرأفة. وذكر أن المرأة الإريترية إبان الكفاح المسلح ساهمت بكفاءة في كافة المجالات متسلحة بشعار المساواة بالتقاسم العملي دون أن تحول بينها وبين التمييز الجنسي أي عقبات. وأضاف أن دورها الفاعل البارز الذي توهج في حماية السيادة الوطنية نتاج اللبنات القوية المرساة إبان الكفاح المسلح، داعيا لتعزيز متسلحين بالمعرفة العلمية والمهنية. وقالت مسؤولة المرأة في ساوى السيدة دهاب زراعي أنه لا يفصل نضال المرأة الإريترية التحرر الشامل عن نضال الشعب الإريتري لتحرير البلاد والكبرياء الإنساني، داعية لتوريث هذا التاريخ الشامخ إلى الأجيال المتعاقبة. وقدمت الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت بمناسبة الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة. ويحتفل هذا العام بالثامن من مارس تحت شعار المرأة الإريترية صامدة في التصدي ورائدة في العمل.
حققت الجهود الجارية ودعم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية المقدم للناشطات في مجال البستنة بمنطقة تخندع في مديرية الدغيح الإقليم الجنوبي نجاحا ملموسا في تحسين حياتهن المعيشية. وذكرت النساء الناشطات في البستنة بأن الإدارة وزعت إليهن الأراضي الزراعية في عام 2001، بينما سلحهن اتحاد المرأة الإريترية في المديرية بالمضخات المائية وغيرها من التسهيلات، مما أدت الجهود المبذولة لفترة 20 عاما إلى تنمية دخلهن وتحسين حياتهن المعيشية. وناشدت المزارعات فرع الزراعة في المديرية تقديم بذور البطاطا المحسنة لهن، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الزراعية. وأوضحت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة ترحاسة وعلوم بأن الاتحاد قدم دعما لازما للمرأة المحتاجة في 4 ضواحي للانقراض في نشاطات البستنة، مشيرة إلى أن النساء 8 الناشطات في منطقة تخندع وصلن إلى هذه المرحلة بذات جهود جبارة، بينما لم تحقق النساء الأخريات نتائج مرضية، داعية كافة الجهات لتقديم الدعم اللازم لهن. شهدت مديرية هيكوتا صيانة مشروع أسفدا لمياه الشرب الصالحة الذي يعمل بالطاقة الشمسية، حيث بدأ يقدم خدمات ناجحة. وأوضح مسؤول تنمية المياه في مديرية هيكوتا الشاب أخبارهم تخلاي بأن عملية الصيانة أنجزت بالتنسيق بين تنمية المياه في إقليم القاش باركا وإدارة بلدة هيكوتا، مناشدا المواطنين لترشيد استهلاك المياه وتقديم الرعاية اللازمة للمشروع. وذكر السكان أنهم كانوا يرتحلون مسافة طويلة لفترة 5 أشهر لجلب مياه شرب غير نقية نتيجة لمشكلة العطب، متعهدين لضرورة رعاية وعناية بالمشروع. يوجد في بلدة هيكوتا مشروعين يعملان بالطاقة الشمسية ومثلهم بالمضخ المائي. استشهد المناضل رزناء أرأيا عضو وزارة الصحة عن عمر ناهز 70 عاما. وقد التحق المناضل رزناء أرأيا بصفوف قوات التحرير الإريترية في عام 1974، والتحق إلى صفوف جبهة التحرير الشعبية في عام 1977، وعمل إبان الكفاح المسلح في قسم الحجر الصحي بمنطقة سبرقاط ورحبة في الفرقة 16 كطبيب كتيبة. وبعد الاستقلال عمل في مستشفى عصب ومصوع وحليبات وفرع الخدمات الصحية بالإقليم الأوسط، إضافة إلى فرع الصحة الإنجابية الأسرية والأهلية، وكذلك في مستشفى مرحنو. وخدم شعبه ووطنه بوظائف مهنية وإدارية مختلفة. المناضل رزن أرايا أب رب أسرة وأب ل8 أولاد، وورى جسمانه الثرى عصر 8 مارس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة الصحة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل رزناء أرأيا، وتقدم حارة تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه في العمل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. ضمن جهود مكافحة الإرهاب، أعلنت بوركينا فاسو حالة الطوارئ في 3 مناطق في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. وفرضت بوركينا فاسو حظر التجوال في أنحاء الشمال وفي منطقتين أخرين من أجل تسهيل مكافحة تنظيمي القاعدة وداعش اللذان يستهدفان هذه المناطق باستمرار. ويهدف الإجراء إلى تسهيل أنشطة القوات المسلحة في هذه المنطقة الحدودية مع مالي. كما فرضت مقاطعتين أخرين حظر التجوال وفق ما ذكرت السلطات المحلية في كوبال الواقع في وسط شرق البلاد على الحدود مع غانا وتوغو، التي أعلنت حظر التجوال على امتداد الشهر الجاري. وتشهد بوركينا فاسو تصاعدا في عنف التنظيمات الإرهابية منذ بداية العام، مع مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين. داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية، فقاتلت 6 فلسطينيين على الأقل، من بينهم ناشط من حركة المقاومة الإسلامية حماس، يشتبه بضلوعه في مقتل شقيقين بالرصاص في مستوطنة يهودية في قرب قرية حوار الأسبوع
الماضي. وقالت شهود لوكالة رويترز أن اشتباكات اندلعت بعدما شاهد سكان في المخيم جنود إسرائيليين يخرجون من شاحنة للأساس قرب منزل على تل طل على وسط المخيم مترامي الأطراف ليفتح مقاتلين النار على الفور. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن قواته طوقت منزلين تحصن فيهما المسلح مشتبه به مع مقاتلين آخرين، وصوبت صواريخ تطلق من على الكتف باتجاه المبنى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب 16 على الأقل، فيما أصيب أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح ولحقت به إصابات طفيفة ب3 آخرين. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.